السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا ان شاء الله فرحانين يا ربي. فيديو جديد، نهار جديد. شفتوا اختي، شفتوا الطاقه الايجابيه، شفتوا التشجيعات تاعكم فين تيوصلوا. شكرا البنات، شكرا لكم بزاف بزاف من القلب، والله العلي العظيم على التشجيعات تاعكم، هي اللي خلاتني نرجع لليوتيوب. المهم البنات، ما تديوش على هذه، كانت هنا ها هي مازال ما براتش، والاخرى ها هي صبحات ثاني هنايا. ايوا الحمد لله، لا اله الا الله محمد رسول الله. عرفتوا شحال من عام هادي البنات ما جاتني السخانه، ونهار جاتني زعما داكشي كاع تاع هاد السنين جاني دقه وحده. المهم اليوم غادي نشارك معكم واحد نقولوا تشيز كيك كوكيز، تيجي واعره البنات. انا متاكده غيعجب وليداتكم، طريقته سهله ماهله. وغندير معكم واحد باستا بالدجاج والبانا لا كريم فريش، حتى هي بنينه غادي تعجب وليداتكم. صافي البنات، المهم انا تنشارك معكم الحويجات اللي كما قلت لكم ساهلين وغادي يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم بطبيعه الحال. راه حنا عارفين الوليدات تاع هذا الوقت ما تيبغوش بزاف الحوايج، تنديرهم تنوليو ندير هذا دير لي حاجه وهذا دير لي حاجه، حتى انا تنديرها البنات شحال مره. بيرو هاد الباستا هذه غادي تعجبكم كاملين، غادي تعجب الدار كلها. صافي البنات، يلا نبداو على بركه الله. نصايبوا بعدا تشيز كيك كوكيز، وعاد ندوزو نصايبوا الباستا. صافي غادي ندوزو البنات للمقادير. غادي نحاول نقاد لكم باش تشوفوا مزيان. هنا بالنسبه للعجينه ديال الكوكيز اش غنحتاج 2 كيسان وربع ديال الدقيق، 2 كيسان وربع ديال الدقيق. هنا عندي واحد القبيصه د الملح، عندي الفاني، استعملوا اي فاني عندكم. هنا عندي 2 بيضات، عندي هنا تقريبا كاس لاروب ديال السنيده. انا البنات تنقص السنيده، درت هنا غير نص كاس. وهذا البنات كاس لاروب تاع السكر البني. المهم البنات انا طحنته شويه حيت بان ليا غليظ، هو هذا. انا شريت هذا، مي كاين واحد الواحد بني على هذا، الا لقيتوه خذوه، هذا كل تيجي في الكوكيز زوين. المهم انا هذا تذكروا دي كانا، هذا هو اللي لقيت في ايروسبين، جبته. بيرو عنده الحبيبات غلاضين بزاف، طحنته واحد شويه. صافي البنات، غنحتاج واحد المعلقه صغيره تاع بيكربونات، وغادي نحتاج هاد لي غوتشي ديال الشوكولاته. الا ما عندكمش استعملوا غير الشوكولاته العاديه. المهم انا غندير هذا وغندير شويه من هادو، غنديرهم بجوج. صافي البنات، هادو بالنسبه للعجينه تاع الكوكيز ياك. و200 غرام ديال الزبده، راه درتها تذوب، راه دابت 200 غرام ديال الزبده. بالنسبه للتخليطه ديال الفرماج غنحتاج 280 غرام ديال الفرماج. انا تنستعمل هذا البنات رخيص وزوين، اللي بغات تستعمل فيلادلفيا ولا شي فرماج اخر تستعملوا حتى تاع ليدل زوين. هنا غنحتاج نص كاس تاع السكر تقريبا سنيده، وغنحتاج بيضه. هادو في المقادير ديال فرم يعني تاع الطبقه الاخرى. صافي البنات، غندوزو نديرو الطبقه تاع الكوكيز، عاد ندوزو نصايبوا هذا الفرماج. هنا البنات تنقطع الشوكولاط لقطع صغيره. البنات هذا الشوكولاط تيجي احسن من هاد لي غوتشي، داكشي قلت لكم خلطوه تيجي بنين وتيذوب واحد شويه. هنا غناخذ واحد البول، غندير فيه السكر البني، وغادي ندير فيه السكر سنيده، وغادي نزيد عليه ديك 200 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها البنات. غادي نخلطوا هذا المزيج مزيان حتى تنسجموا العناصر كاملين. الطريقه البنات ديال هاد الكيك عرفتوا ساهله والنتيجه تكون رائعه والله. هنايا غادي نزيد بيضه البنات، تنزيد بيضه وتنخلط حتى تدخل لينا في دوك مع ديك الزبده وداك السكر، ونزيد البيضه الاخرى. صافي غادي نخلط عاوتاني حتى تدخل لينا مع السكر. كاينه البنات سهل من هكا. شوفوا راه الطريقه كما قلت لكم راه ساهله. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد الفانيا البنات. الا ما عندكمش هذا ديروا اي نوع ديال الفانيا عندكم، يا غبره يا سائل يا اللي كان. صافي وغنبدا نزيد في الدقيق، غنزيد الكميه ديال الدقيق كامله اللي عندي البنات. هنا انا في الاول قلت لكم الكميه تاع الدقيق، ولكن البنات راني زدت الكميه تاع الدقيق، زدتها. علاش؟ راه كل دقيقه البنات وكيفاش. داكشي اش غادي تبقاو تزيدوا في الدقيق حتى نوريكم العجينه كيفاش غتحصلوا عليها. صافي يعني الدقيق غنديروه هنا بلا عبار، واخا في الاول قلت لكم العبار ديالو، بيرو نساو ديك القضيه، حيت هنا هانتوما جاتني العجينه جاريه. الدقيق البنات ما تيشربش، واش فهمتوا؟ انا بقيت تنزيد في الدقيق حتى حصلت على العجينه اللي بغيت. خاصكم تحصلوا على واحد العجينه ديال البسكويت البنات، ماشي عجينه جاريه ديال الكيكه، فهمتوني؟ المهم انتم شفتوني انا تنخلط، بانت لي القضيه هنايا ما غاداش هي هذيك.
شفتوها جاريه. نو غادي نزيد البنات الدقيق حتى نحصل على العجينه اللي بغيت، يعني كل واحد على حسب الدقيق اللي عنده. انا بقيت نزيد غير بشويه بشويه، ما بغيتش نزيد دقه واحده حتى وصلت لديك العجينه اللي بغيت. تنحاول ندخل داك الدقيق في داك الخليط باش تنشوف القوام اللي بغيت. مازال هنايا البنات مازال جاريه، خاصها تجمع ليا بين يديا ما تبقاش تلصق ليا في اليدين. واش فهمتوا البنات؟ هنا غادي نزيد بعدا داك الشوكولات كامل كما قلت لكم. انا قطعت باكيه الشوكولات وزدت عليها دوك الحبيبات. نتوما ديروا اي نوع د الشوكولات بغيتوا، تقدروا تخلطوا حتى ما بين الشوكولات الابيض والشوكولات الكحل. شفتوا هنايا راه باقا جاريه البنات. شوفوا ها نتوما باقا ما تتجمعش في اليد. شفتوها مادام تنهزها وتطيح مازال ما وصلتش لديك العجينه اللي بغيت. غتنحاول نوريكم باش تعرفوا اشنو هو القوام اللي بغينا نوصلوا ليه. هنايا كما شفتوا غادي نزيد عاوتاني. داكشي قلت لكم نساو داك المقادير اللي قلت لكم في الاول ديال الدقيق. غادي ديروا عينكم ميزانكم. هنايا اختي خدموا العين وخدموا الميزان. اوكي البنات، بقاو تزيدوا في الدقيق حتى تتجمع لكم العجينه بين يديكم بحال بغيتوا ديروا واحد البسكوي. هنا البنات راها باقا جاريه، راها باقا جاريه. المهم البنات هنايا تنوريكم العجينه كيفاش خاصها تكون بحال هكا. هي رطبه وين البنات فاش تشدوها في يديكم تتجمع ما تتلصقش لك في يديك، فهمتوني؟ هذه هي العجينه اللي خاصنا نوصلوا لها، العجينه البنات ديال بسكوي. اتفقنا؟ بقاو تزيدوا الدقيق حتى تحصلوا على هذه العجينه بحال هكا. ما ديروش ثاني العجينه قاصحه، تكون كما قلت لكم تكون رطبه. المهم انا بقيت تنزيد في الدقيق حتى توصلت لذاك العجينه اللي بغيت نوصل لها. ها انتم شوفوا، شفتوا ما تتلصقش في اليدين نهائيا. شفتوها؟ تجي واحد العجينه البنات رطبه وزوينه. هذا تقدروا ديروا كوكيز بهاد العجينه، ديروا كوكيز ديالكم يجيكم رائع. هنا البنات غادي نجيب مول مربع ولا داير اللي بغيتوا. انا هنا درت مربع، ديروا نتوما داير. غادي ناخذ العجينه ديالي ديال الكوكيز وغادي نسرحها في الطاوه من التحت، نسرحها مزيان، ولكن غنخلي منها واحد الجزء ما نديرهاش كامله. اوكي، ولكن الجزء الكبير هو اللي غادي نديرو لتحت. مثلا غادي نديرو 3 د الارباع لتحت وربع غنخليوه نستعملوه من بعد. حاولوا تقادوها مزيان في المول ديالكم على هذا الشكل من الجوانب. وانا فرشت ورق الفرن هنايا. من الاحسن فرشوا ورق الفرن تتفاداو ان ديك القضيه تاع الكيك يلصق ليكم ما يبغيش يتحيد من المول. اللهم فرش اختي ورق الفرن وهنيو راسكم. صافي على هذا الشكل كما تشوفوا تنحاول نقادو باش يجيني مقاد، ما يجيش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. شفتوا ساهله البنات، ساهل في الطريقه ديالها، ساهله ماهله. البنات بالنسبه لتخليطات الفرماج هنا درت 280 غرام ديال الفرماج. غادي نزيد عليها بيضه، غادي نزيد عليها السكر، نص كاسه البنات تاع السكر، وغادي نزيد عليها الفاني، وغادي نخلطها البنات هادشي مزيان. غادي نخلطها البنات هادشي حتى تينسجم هاد الفرماج مع البيض. المهم البنات راه نقدر انا ندير هادشي في الترموميكس، ولكن بغيت نديرو لكم باش ما تهبطوش غير الترموميكس زعما تيدير. راه تقدروا ديروا كلشي غير بيديكم. ها يعني راه ساهل باش يندمج لكم. ها غير هي الفرماج خرجوه بكري من الثلاجه، ما تخليوش في الثلاجه باش ما يبقاوش فيه دوك الحبيبات. صافي تجي كريميه والفانيا البنات يكون زوين باش يحيد لكم ديك الزفوريه تاع البيض. شفتوا الطريقه البنات؟ شوفوا ما كاين ما سهل منها. غادي نجيبوا دابا هاد الطاوه وغادي نديروا فوقها اختي الكريمه ديال الفرماج. المهم هنايا كنزيد ديك الطبقه ديال الجبن فوق الطبقه تاع البسكوي. غادي نحاول نسرحها مزيان بشي معلقه ولا شي سباتول حتى توزع فوق البسكوي كامله، يعني تجي واحد الطبقه اللي مغطيه ديك الطبقه تاع البسكوي. صافي البنات
يعني كما شفتوا راه تتسرح بواحد السهوله، راه كما قلت لكم راه ما كاينش ما سهل من هذا الكيك والله البنات. والنتيجه انا متاكده انا بعدا ولادي حماقوا عليه. غادي نجيبو داك الشيء د العجينه اللي خلينا في الاول، غنبداو نحطوه بعشوائيه البنات، نحيدو هكا طريفات ونحطوهم حتى نغطيو داك ما غاديش تغطى كامل، بالعكس راه داك الديكور بغينا حنا انه ما يجيش مغطي كله، فهمتوني؟ يعني غير تبقاي تلوحي بحال هكا صافي. تكوني مسخنه الفرانه البنات على درجه حراره 180. الكيك تيطيب ما بين 30 حتى 35 دقيقه، كل واحد على حسب الفران ديالو. شاعل من الفوق ومن التحت البنات. انا الفران عندي تنشعلو من الفوق والتحت 180 درجه. بنات شوفوا تبارك الله على جو الشتا مجهده، شتا والريح شوف هاد الوريضه. ها انتم اختي تنهدي لكم هاد الوريضه يا اختي. شوفي هاد النبته ديالي نوضات الوريضه. ها واحد النبته اخرى حتى هي. خليهم اختي يتغسلوا، خليهم يتغسلوا. شوفوا تبارك الله الشتا. شوفوا راه التليفون كاع عمر. شوفوا جو واعر بارك الله ما شاء الله. البنات بالنسبه للوصفه الثانيه غندير لكم باستا بالدجاج. المهم هنايا راه واحد اللقطه مشات ليا. المهم درت مقله، درت فيها واحد شويه الزبده وشويه تاع زيت الزيتون، درت فيها مرصوات تاع الدجاج، درتهم هنايا تيتقلاو مزيان في هذيك الزبده والزويته حتى تياخذ واحد اللوين محمر، وغادي نحيدوهم. اوكي هنا من بعد ما حيدت الدجاج غادي نشد واحد البصله، غادي نشلضها رقيقه البنات مزيان، غادي نزيدها في ديك المقله النيت. كما قلت لكم الدجاج غير تياخذ واحد اللوين محمر تنحيدوه. هنايا زدت ديك البصله غادي نقليها واحد شويه حتى تتهبط، تاخذ واحد اللوين محمر شويه، ماشي نخلوها حتى تتحرق، غير تاخذ واحد اللوين زوين صافي. هاد الباستا البنات تجي واعره. انا اللي وريتها لكم قلت تجي واعره. المختي اللي جرب الوصفات يقول لي في لي كومونتير واش النيت زوينين يستحقون ولا لا. ها المهم ها هو الدجاج وريته لكم، شفتوا على الوين تيولي فيه. والكميه بطبيعه الحال على حسب شحال من العدد الافراد ديالكم غادي تزيدوا. مثلا انا هادشي اللي درت، هادشي راه وكلت تقريبا 4 الاشخاص. ها نتوما تسناو على هاد البصيله حتى تولي على هاد الشكل، غير تاخذ واحد اللوين محمر. شوفوا في هذه المرحله البنات الا بغيتوا تزيدوا الشامبينيون ولا السبيناتش تيجيو واعرين. انا ولادي ما بغاوش. دابا انا عندي ندى عزيز عليها الفونغي، ريان ما عزيزش عليه، انا عزيز عليا السبيناتشي، ندى ما عزيزش عليها. شوف درتها لهم بلا حتى حاجه. ولكن اللي تيعجبوا الفونغي ولا السبيناتشي في هذه المرحله زيدوا واحد الحفنه تاع السبيناتشي فريسكي في هذه المرحله دابا تتدبل حتى هي مع البصله، ولا زيدوا الشامبينيون فخي يعني فريسكو، يكون فريسكو من الاحسن البنات، احسن من داك المعلب. عرفتوا تيجي واعر، تيعطي واحد البنه الباستا تجي خطيره. مي انا كما قلت لكم اليوم درتها بلا فونغي مع انه كان عندي وبلا سبيناتشي. ما فيا ما يبقى يقول هذا بغيت وهذا ما بغيتش، فهمتوني؟ باش اختي باش كلشي البنات ياكلها صافي. المهم غادي نبقى مستمره حتى تنحمر ديك البصله وطيح مزيان. من بعد البنات غادي نرجعوا فيها تاني هذاك الدجاج. المهم ها نتوما معايا داك الدجاج اللي حيدنا في الاول غادي نرجعوه. شوفوا هنا البنات مشات لي واحد اللقطه ما عرفتش فين مشات، فاش كنت ندير لا كريم فريش مع الدجاج. الورا البنات سمحوا لي غادي نقول لكم غير يعني بالكلام. فاش غادي تشحر ديك البصله غنرجعوا لهذاك الدجاج اللي كنا حيدنا في الاول، غنزيد عليها 2 باكيات ديال لا كريم فريش اللي من وزن تقريبا 200 ml، وتيبقى على حسب العدد اللي بغيتو ديروا. صافي البنات تنزيد الملح وتنزيد الزعتر شويه د البزار، وتنزيد البنات الكاري. اهم ماده هنايا هي الكاري. ماده حنا دابا تنديروا فلسفه. اهم زعما حاجه هي داك الكاري، تيعطي واحد المذاق الزوين. غير غادي تطلع الغليه، غير غادي يبان لكم بدا تيغلي، غادي تطفيو عليه باش ما تكورش لكم ديك البانه. اوكي البنات صافي هنا درت لي باني يتسلقوا. ديما البنات ردوا البال مع الباستا الوقت اللي تيكون مكتوب فيها هو البنات اللي ديروا، ما تزيدوش البنات الوقت كتر من داك الوقت اللي تيكونوا كاتبين فيها. ديما ريقلوا المكانه ولا ريقلوا التليفون وطفيو عليها. صافي من بعد البنات ما تتسلق ليا تنزيد بعدا اول حاجه تنزيد واحد المغرف هكا ديال الماء في ديك مع ديك البانه باش تتجرى، وتنزيد البنات البارميجانو. زيدوا اي نوع تاع الفرماج عندكم،
اي نوع تعجبكم ديروه، اي نوع متوفر عندكم ديروه. ديروا داك الفرماج الاحمر، فخوماج غابين، موتزاريلا اللي بغيتو. انا درت هنا غير البارميجانو صافي. وتنزيد البنات وتنخلط، تنشوف القوام ديالها. خاصها ما تجيش البنات ناشفه، هاد الباستا خاصها ما تجيش ناشفه نهائيا. داكشي تنقول لكم زيدوا واحد شويه من داك الماء، حيت داك الماء تيكون فيه نشا، تيعطي واحد التعليكه زوينه لي بات. اي نوع د الباستا تديروها البنات زيدوا فيه واحد المغرف من داك الماء اللي تسلقات فيه. صافي البنات. وحاجه اخرى ضروريه نهضروا عليها، الباستا البنات ولا لي بات ولا المقارونيه ولا كل واحد اش يقولها. الحاجه اللي خاصكم ديروها هي انها اين فوا طيب البنات تتكال. هنايا غادي نزيد شويه تاع الفرماج، ما تخليوهاش البنات تقولوا نو نخليوها بلاتي عاد ناكلوها. الباستا تتبغي من البوطه للطبله. الا بغيتو تاكلوا نيت باستا ديال طاليان، شي حاجه بونه وزوينه. اوكي البنات. المهم راه تتجي، شوفوا التعليكه ديالها كيفاش تجي. شوفوا داكشي قلت لكم. هذه راه بقات غير واحد ربع ساعه قبل ما تحطوها راه تتزيد تنشف. البانه البنات والفرماج راه تينشفوا تيتجمعوا. المهم جربوها البنات، انا متاكده غتعجبكم. ها هو يا اختي تشيز كيك كوكيز ديالنا تيجي على هذا الشكل. ما نعاودش لكم البنات على مذاق تيجي فيه. المهم انا غادي يبرد وغادي نقطعوه لكم. تيجي ديك القرمشه تاع الكوكيز مع ديك الشوكولات مع داك الفرماج. يا اختي وتبارك الله عليا وخلاص. واللي ما دارتوش راه ما نسميهاش اختي مغربيه حره. ديروها البنات صافي. نعول عليكم اللي دارتو تشارك معايا التصويره ديالو صافي، بارطاجي معايا. هنا البنات غادي نقطعوا على شكل مربعات. انتم شوفوا راه داك الطرف اللي الاول راه هو التكال كامل، الباقي كاع ما قطعته معكم ما والو. وصافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه. شوفوا كيفاش تجي. عرفتوا ما نعاودش لكم البنات. المهم من الاحسن تجربوها، والله ما غاديش تندموا. انا متاكده انكم ما غاديش تندموا، غتعجبكم وتعجبوا وليداتكم. بهذا غادي نكون وصلنا لنهايه تاع الفيديو. نتمنى الفيديو تاع اليوم من الاعجاب تاعكم. ما تنساونيش من اللايك البنات اللي وصلت حتى لهنا، تخليو واحد اللايك والتشجيعات تاعكم. وغادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. في امان الله وحفظه. مع السلامه.